ضيفتنا القادمة جاءت من السودان، حيث هجرت التزاماتها كطبيبة لوهلة بسيطة كي تعتلي هذه المنصة، منصة مبادرة مناظرة، وتتوجه برسالتها إلى من هم في الحكم. هذا ليس بغريب على هذه الطبيبة المولعة بالعمل التطوعي. أماني حسن من السودان، إليك المنصة. عدلت فأمنت ونمت يا عمر. ما هي إلا قصة خليفة المسلمين عمر بن الخطاب عندما جاء الفارسي يبحث عنه بعدما سمع عن عدله وإنسانيته. جاء يبحث عن خليفة المسلمين ظنا منه أنه سيجده في قصور ونعمة وحبور، ولكن كانت المفاجأة عندما وجد خليفة المسلمين عمر بن الخطاب نائما تحت ظل شجرة ومعلقا سيفه على جذعها، فقال عبارته الشهيرة التي باتت جواز مرور لحكامنا إن عقلوها: عدلت فأمنت ونمت يا عمر. قولي لمن في الحكم: هل عدلتم؟ هل عدلتم لكي تأمنوا وتناموا كما تفعلون؟ قولي لمن في الحكم: تنكروا في زي مواطن عادي وتجولوا في شوارعنا. عذرا، تجولوا في شوارعكم، فهي شوارعكم مدينتكم وجزء من إرثكم. تفقدوا حالنا، كم منا يتضور جوعا، وكم منا يتقلب من ألمه ومرضه. لا نقول لكم عيشوا معنا، معاذ الله، فهذا ما لا تقدرون عليه صبرا، ولكن عيشوا لحظات من ألمنا، وإن أزعجكم مقترحي دعكم منه. فنحن يا سيد الرئيس شبعنا إذا شبع الرئيس، وارتوينا إذا ارتوى الرئيس، واكتسينا وتأنقنا إذا اكتسى وتأنق الرئيس. قولي لمن في الحكم: اخلوا بعضا من صوركم التي تضج بها شوارعكم، أزيلوا صورة واحدة من بين آلاف الصور بسيادتكم، وعلقوا صورة إنسان يبحث عن لقمة عيش كريمة، إنسان يأمل في غد أفضل لأبنائه، أفضل من واقعه، ونحن نعلم ما السبب في سوء واقعه. علقوا الصورة ودعونا نبحث عن الفروقات العشر. أمزح، تعلمون أن الفروقات تجاوزت 10. ولكن يا سيد الحاكم، إن كان مقترحي سيحرجكم ويجرحكم ويشوه ويعري إعلامكم فدعكم منه واستريحوا. قولي لمن في الحكم: تخيلوا نحن الحكام حيث أنتم الآن، وأنتم الرعية حيث نحن الآن. تخيلوا فقط، فالكراسي لا تزال ملككم، وفرضنا عليكم أنظمة حكمنا الجائرة، وسلطنا عليكم أعواننا من المطبلين والمزمرين والمغردين الظاهرين والخفيين، وزجيناكم في سجونكم. عذرا، سجوننا، فنحن الحكام لمجرد تعبيركم عن آرائكم. سؤالي: هل كنتم ستهتفون لنا؟ هل كنتم سترددون العبارات التي طالما رددناها على مسامعكم؟ عاش الرئيس، عشت ذخرا للأمة. هل كنتم؟ قولي لمن في الحكم: ماذا تقولون في عمر بن الخطاب
عندما كان يتحدث في المنبر برلمان المسلمين، فأتت امرأة وقالت قولا يناقض قوله بما هو أصوب منه. لاحظوا، امرأة ناقضت قول خليفة المسلمين عمر بن الخطاب الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، الفاروق الذي مشى في شارع مشى الشيطان في الشارع الآخر، وإن كان الفاروق بيننا لذهبتم في الشارع الآخر. تقبل تذكرتها عمر بن الخطاب وقال: أخطأ عمر وأصابت المرأة، وعاتب نفسه قائلا: كل الناس أفقه منك يا عمر. الغريب في القصة أن المرأة لم تختفي في اليوم التالي، والإعلام آنذاك لم يبتلع هذه القصة وكأنها لم تكن، وإلا لما كنت أنا اليوم في DDX2 2015 أرددها على مسامعكم. قولي لمن في الحكم: أعدلوا، فإن العدل قيمة إنسانية، متى وجدت وجد النماء والتطور. حافظوا على كرامتنا، عززوا من عزائمنا، تنازلوا عن الكرسي فإنها لن تدوم لأحد. وتذكروا دائما مقولة الفارسي: عدلت فأمنت ونمت يا عمر. وهذا قولي لمن في الحكم. إذن شكرا لأماني حسن من السودان.